احتفل جوجل اليوم بالذكرى 89 لميلاد الممثلة المصرية كريمة مختار، والتي اشتهرت بأم السينما المصرية بسبب تصوير شخصيات الأم بعمق وتواضع. وكانت الفنانة المصرية كريمة مختار غزيرة الإنتاج، حيث لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية والمسرحيات طوال حياتها المهنية. ولدت كريمة في مثل هذا اليوم من عام 1934 في ساحل سليم بمصر، وعلى الرغم من رفض والديها في البداية مهنة التمثيل، إلا أنها قررت متابعة أحلامها في الشاشة الفضية. وتخرجت كريمة بدرجة البكالوريوس في المسرح من المعهد العالي للفنون المسرحية قبل البحث عن عمل في صناعة الترفيه. وكانت كريمة مؤدية طبيعية وجذابة، وقد نجحت في اختبار الأداء لتقديمها في برنامج بابا شارو الإذاعي للأطفال، وقد ساعد ذلك في الحصول على أول دور سينمائي لها في فيلم ثمن الحرية، بعد أن لعبت دور البطولة في فيلم الحفيد كأم شابة ل7 أطفال. أثبتت كريمة قدرتها على تصوير شخصيات الأمهات والتي سرعان ما اشتهرت بها، فقد واصلت كريمة نجاحها بأفلام مثل أميرة حبي أنا والشيطان يعظ، ثم استكشفت وسائل أخرى مثل التلفزيون والمسرح. وتلقت كريمة استحسانا لقيامها بدور زوجة وأم في التعامل مع الاضطرابات الأسرية في مسرحية العيال كبرت. وقامت كريمة مختار بأحد أشهر أدوارها في المسلسل التلفزيوني المصري الشهير يتربى في عزه. كما فازت كريمة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للإعلام العربي عام 2007. رحلت كريمة مختار عن عالمنا في عام 2017، تاركة وراءها إرثا من العروض القوية، حيث ساعدت كريمة في إحداث ثورة داخل صناعة السينما المصرية، ومهدت الطريق للأجيال القادمة من الممثلات. وتزوجت الراحلة من المخرج نور الدمرداش عام 1958، الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم ثمن الحرية عام 1964. واسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، وهي شقيقة الإذاعية عواطف البدري. وأبرز المسلسلات التي قدمتها الفنانة الكبيرة كريمة مختار: أغلال ناعمة، الأنصار، أدهم وزينات، وثلاث بنات، نقطة نظام، يتربى في عزه، الليلة الموعودة، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة، الفرسان، الحارة، مسيو رمضان مبروك، أبو العالمين حمود.